ست ماشية في شوارع كليفلاند بتزق عربية أطفال هادية كده، وحد غريب بيديها ورقة دعاية، فبتحطها جنب ابنها في العربية، وعمرها ما بصت عليه. الكاميرات صورت كل حاجة، بس اللي ما كانتش الكاميرات تعرفه إن الطفل اللي في العربية اسمه كيرتس ويتشر، وعنده 3 سنين، كان ميت من ساعات. الساعة كانت بتقرب من 3:08 بعد الظهر، يوم 14 يونيو سنة 2023. الشمس ضاربة على ناصية شارع 79 وUCLA في مدينة كليفلاند بولاية أوهايو. محل فاميلي دولار واقف على الكورنر، الناس داخلة وطالعة عادي، وصيف أمريكي تقيل، حر مايع الأسفلت. ولا حاجة في المنظر بتقول إن في كارثة بتتفك في النص. والست اللي بتزق العربية اسمها تاميكا إيجلتون، عندها 30 سنة، ماشية على مهلها، لا قلقانة ولا مستعجلة ولا حتى مستنية حد، ماشية كأنها بتقضي يوم عادي خالص. عربية الأطفال قدامها، وفيها ابنها لابس مايو سباحة، حاطط راسه على جنب، عينيه مقفولة. عدى عليها واحد بيوزع منشورات دعاية للمحل، مد إيده وادالها ورقة. هي خدت الورقة، بصت عليها ثانية، وحطتها جوه العربية جنب الولد. حركة عادية جدا، حركة بتحصل كل يوم في أي شارع. بس اللي شاف الفيديو ده بعد كده عرف إن دي مش حركة عادية، دي صورة فضلت في دماغ كل واحد بصلها. تاميكا فضلت واقفة بره المحل شوية، وبعدين دخلت، مش عشان تجيب حاجة ولا عشان تطمن على ابنها، لأ، دخلت تطلب من اللي في المحل تليفون. وطول ما هي واقفة وبتتكلم، الواد كيرتس في العربية بره، ما اتحركش، ما عيطش، ما عمل أي حاجة. وهي ولا مرة واحدة بصت ناحيته، ولا مدت إيدها تلمسه، ولا حتى ندهت عليه باسمه. بعد دقايق، ناس واقفة في الشارع لاحظت إن الواد شكله مش طبيعي. حد قرب من العربية، حد تاني جري على تليفون. الساعة كانت 3:03 بعد الظهر لما الاتصال راح للنجدة، وفي خلال 40 دقيقة تقريباً كيرتس ويتشر، 3 سنين، اتقال عليه إنه متوفي في مستشفى رينبو بيبيز أند تشيلدرن. بس الدكاترة اللي استقبلوه والمسعفين اللي وصلوا الأول عرفوا حاجة من أول ثانية حطوا فيها إيدهم على الواد. جسمه كان بارد، جلده كان مبلل بعرق سقعان. الواد ده ما كانش لسه مات، الواد ده كان ميت من ساعات طويلة قبل ما حد في الشارع يلاحظه أصلاً. والسؤال اللي قعد يدور في دماغ كل اللي اشتغلوا في القضية دي بعد كده كان سؤال واحد بس. ست بتزق ابنها الميت في عربية أطفال في نص كليفلاند في عز الظهر، هي كانت ماشية فين من الصبح؟ وإيه اللي حصل في البيت قبل ما الكاميرات تشوفها؟ عشان القصة دي تتفهم من أولها لازم الكلام يرجع لورا شوية. كيرتس ويتشر ما كانش طفل كبر في حضن أمه من وهو عنده أسبوع واحد بس، يعني لسه ما أخدش نفسه في الدنيا كويس. اتاخد من عند تاميكا وراح لبيت رعاية بديلة في كليفلاند، وهناك كانت في ست اسمها ميشيل. الست دي استلمت كيرتس وهو رضيع صغير، ضمته في حضنها، وقررت من اليوم ده إنها هي اللي هتربيه. ميشيل ما كانتش بترعاه وخلاص، الست دي عاشت 3 سنين كاملة وهي بتعتبر كيرتس ابنها بجد. هي اللي صحته كل يوم الصبح، هي اللي طعمته، هي اللي قعدت جنبه بالليل لما كان بيتعب، هي اللي علمته يتكلم، وهي اللي مسكت إيده وهو بيتعلم يمشي. وأكتر من كده، ميشيل قدمت أوراق رسمية إنها عايزة تتبناه، عايزة الواد ده يبقى ابنها بشكل قانوني، يحمل اسمها، يفضل معاها على طول. في الفترة دي كلها كيرتس كان مصنف على إنه طفل تحت رعاية الدولة، والقاضية اللي بتنظر في القضية اسمها أليسون فلويد.
وفي يناير سنة 2023 القضية دي خدت قرار غير حياة العيلة كلها. القرار كان إن كيرتس يرجع لأمه تاميكا بشكل كامل. ومش بس كده، القرار قال كمان إن الإشراف الوقائي على البيت يتلغي. يعني الدولة ما بقتش هتراقب، ما بقاش في حد هيجي يطمن على الواد. خلاص، الأم بقى ليها الحق الكامل في ابنها من غير أي رقابة. القرار ده اتاخد رغم إن ملف تاميكا قدام المحكمة ما كانش ملف نظيف خالص. قبل ما الواد يرجع لها بفترة قريبة، كانت تاميكا واقعة في فحوصات مخدرات أكتر من مرة ورصبة فيها، وكانت كمان بتهدد الأخصائيين الاجتماعيين اللي بيجوا يتابعوا حالتها. وسجلها الجنائي فيه قضايا متراكمة: عنف أسري، سرقة عربية، واعتداء بالضرب. كل ده كان موجود في الورق، وكل ده كان قدام عين المحكمة لما القرار اتاخد. ومع كل ده، كيرتس خرج من بيت ميشيل وراح لبيت تاميكا، وابتدى العد التنازلي من غير ما حد ياخد باله. 5 شهور بس قعدها الواد عند أمه. 5 شهور من يناير لحد نص يونيو. والست اللي كانت بترعى تاميكا نفسها وهي صغيرة، أم بالتبني، قالت للمحققين بعد كده جملة وصفتها بيها بدقة. قالت: هي بتكذب بأسلوب مقنع قوي. وكأنها كانت بتنبه الناس من بدري إن مش كل كلمة بتطلع من بقها لازم تتصدق. وفي البيت اللي رجع له كيرتس ما كانش هو لوحده، كان في إخواته الصغيرين تحت نفس السقف، أطفال تانيين بيشوفوا اللي بيحصل. وبعد يوم 14 يونيو، الأطفال دول هم كمان راحوا للرعاية البديلة، اتحطوا مع بعض في بيت واحد. أول حاجة لفتت نظر المسعفين لما وصلوا إن جسم الواد ما كانش زي جسم طفل لسه بيتصاب. كان بارد، كان رطب بطريقة غريبة، كأن البرودة دي مش من دقايق ولا من ربع ساعة. الجسم اللي تحت إيديهم كان فاقد الحياة من ساعات طويلة، مش من شوية. والناس اللي واقفة على الرصيف في شارع 79 وUCLA أفنيو، اللي كانت بتعمل تنفس صناعي وضغطات على صدره، ما كانوش بيحاولوا ينقذوا طفل. كانوا من غير ما يعرفوا بيقفوا شهود على جثة طفل خلاص اتقفلت صفحتها قبل ما هم يوصلوا. وفي رينبو بيبيز أند تشيلدرنز هوسبيتال في كليفلاند، اتعلن رسمياً وفاة كيرتس ويتر حوالي الساعة 4 بالظبط بعد الظهر، تقريباً 40 دقيقة بس بعد المكالمة الأولى للطوارئ. الأطباء عملوا اللي يقدروا عليه، بس الحقيقة إنه ما كانش فيه حاجة تتعمل من ساعات. وهنا ابتدت الأسئلة، لأن تاميكا لما المحققين كلموها حكت لهم قصة. قالت إنها كانت مع الأطفال في حديقة المياه، حديقة اسمها لوني بيرتون ريكرييشن سنتر. قالت إن كيرتس وقع هناك ووشه اصطدم بحاجة، وإنها لما حست إنه مش كويس مشيت بيها على عربة الأطفال لحد ما لقت ناس عند المحل. حكاية لو حد سمعها على وش السرعة ممكن يصدقها، بس في تفصيلة واحدة صغيرة ما كانتش بتكذب. كيرتس كان لابس مايو سباحة. الواد لابس هدوم حديقة مية، تمام، بس المايو كان ناشف، ناشف خالص، ولا خيط واحد فيه عليه أثر مية. طفل عنده 3 سنين يقعد في حديقة مية في عز شهر يونيو ويرجع منها بمايو ناشف؟ ده مش معقول، ده مستحيل فيزيائياً. المحققين راحوا للحديقة على طول، شافوا كاميرات المراقبة، كلموا الموظفين. النتيجة جت واضحة وقطعة: تاميكا والعيال ما دخلوش الحديقة دي خالص في اليوم ده، لا في الصبح ولا قبل ما كيرتس يموت ولا في أي وقت تاني. الكاميرات اللي على بعد تقريباً ميلين من محل فاميلي دولار ما شافتش الست ولا الأطفال. القصة كلها كانت مفبركة. في الأثناء دي تاميكا كانت برضو بتقول إن روبرت أبو الواد هو اللي ضرب كيرتس في الصبح بعد ما الواد عمل على الفرشة،
وعشان كده روبرت اتاخد في الحجز للتحقيق. بس المحققين بدل ما يصدقوا الكلام راحوا يدوروا. سحبوا تسجيلات كاميرات الأتوبيس اللي ركبوا روبرت الصبح. لقوه ركب الأتوبيس الساعة 8:19 الصبح رايح شغله. سحبوا كروت الحضور والانصراف من مكان شغله. لقوه قعد في الشغل طول اليوم، ما خرجش، ما تغيبش، ولا اتحرك من مكانه. كان موجود في الشغل لحد ما وصلوا الخبر إن ابنه مات. يعني الراجل اللي تاميكا بتتهمه إنه قتل ابنها كان موجود في الشغل قبل وقعة محل فاميلي دولار بحوالي 7 ساعات كاملة. كذبتها التانية اتكشفت، وفي يوم 15 يونيو أفرج عن روبرت بدون أي اتهامات. مفيش حاجة تقدر تربطه بالحادث خالص. في نفس اليوم تشريح الجثة اتعمل، والتقرير اللي طلع من التشريح ده الجزء اللي صعب على الناس تسمعه. الطبيب الشرعي حكم إن طريقة الوفاة جريمة قتل. الجسم الصغير كان مليان كدمات في الراس وفي الرقبة وفي وسط البدن. الكدمات دي ما كانتش عشوائية، كانت بنمط متكرر. نمط بيقول إن في حد ضربه بحزام مرة ورا مرة. كان في إصابة في طرف العضو التناسلي للطفل. والضربة القاتلة اللي خلصت حياته كانت ضربة قوية على جسمه سببت تمزق في الجزء الخلفي من قلبه. الدم اتسرب من القلب وملى صدره. الطبيب الشرعي قال إن طفل بإصابة زي دي بيموت في خلال دقايق معدودة من اللحظة اللي اتضرب فيها الضربة. والأصعب من ده إن التشريح كشف إن الإصابات دي ما كانتش الأولى. الجسم كان فيه آثار ضرب متكرر على مدار شهور طويلة قبل اليوم ده. يعني الواد عاش في ألم لفترة، مش حادثة ليلة وضحاها. في يوم 19 يونيو، يعني بعد 5 أيام بس من يوم وفاة كيرتس، اتقبض على تاميكا إيجلتون. الاتهامات اللي اتوجهت لها كانت ضخمة: قتل عمد مع سبق الإصرار، تهمتين قتل تانيين، اعتداء جسيم، وتعريض حياة طفل للخطر. شورت بريك، مدير محل فاميلي دولار اللي اتعامل معاها في اليوم ده، وصف للمحققين تصرفاته وقال إنها كانت مفتعلة. قال إنها كانت بتتكلم عن ترتيبات دفن الواد وكأنها بتتكلم في أي موضوع عادي من غير ما يبان عليها أي حزن. وبعد القبض عليها بشهور، في سبتمبر من نفس السنة، تاميكا ولدت طفلها الثالث وهي محبوسة. الطفل ده والأخ التاني الصغير اللي كان عايش معاهم اتاخدوا للرعاية البديلة. اتحطوا مع بعض في بيت واحد. أسرة اتوزعت على بيوت غريبة بسبب قرار واحد. التحقيق طول، والقضية فضلت معلقة لحد يوم 11 يونيو سنة 2024، يعني تقريباً سنة كاملة من يوم وفاة كيرتس. اليوم ده تاميكا دخلت المحكمة وقالت كلمة واحدة: مذنبة. اعترفت بالذنب. تهمتين من ال5 اتسحبوا، بس اللي فضل كان كفاية إن العقوبة تبقى ضخمة. في يوم النطق بالحكم، تاميكا وقفت قدام القاضي وقالت جملة فضلت علقة في وش الناس اللي حضروا الجلسة. قالت: كان المفروض ما يرجعهولي خالص، أنا ما كنتيش مؤهلة إن أبقى أم. جملة تيجي بعد سنة من الكذب، بعد قصة حديقة المياه، بعد محاولة تلصق التهمة براجل تاني. بعد كل ده تطلع الكلمة دي. ما حسهاش الناس ندم حقيقي، حسوها كلام متأخر خفيف ما يسويش حاجة قدام جسم طفل اتمزق قلبه. وبعدها ميشيل، الأم بالتبني اللي كبرت كيرتس من وهو عنده أسبوع، قامت من مكانها. الست دي كانت بتنوي تتبناه رسمياً. ربته من غير ما تطلب حاجة، حضنته كل ليلة، غسلت هدومه، سمعت أول كلماته. وفي يوم واحد قرار قاضي شالها منه، وبعد 5 شهور بس رجعت له، بس في تابوت. وقفت قدام تاميكا في قاعة المحكمة وبصت في عينها وقالت لها جملة قصيرة: انتي مش أم، انتي وحشة.
جملة فيها كل اللي ما اتقالش طول السنة. الحكم في الآخر طلع. تيميكا اتحكم عليها بمدة من 31 لحد 35 سنة، مع احتمال إن المدة توصل لمدى الحياة. اتحسبت لها 409 أيام كانت قعدتها في الحجز قبل الحكم، اتخصمت من المدة الإجمالية. بس برضه فضل في القضية أسئلة ما لقيتش إجابة. الكلام في المحكمة ما وضحش بالظبط إزاي المحققين قطعوا إن تاميكا هي اللي ضربت الضربة القاتلة، وهي اللي بتقول لحد آخر لحظة إن روبرت هو اللي عمل كده. هي اعترفت، بس الميكانيكا الكاملة للجريمة، التفاصيل اللي تخلي حد يقول دي اللحظة اللي ضربت فيها ابنها، فضلت غير معلنة في المصادر المتاحة. الكاميرات صورت ستيشن بتاع الساعة 3:08. التقرير الشرعي وصف الإصابات. بس الفترة دي من الصبح لحد العصر، الفترة اللي بين موت كيرتس ووصول تاميكا لقدام المحل، فضلت سر. ست تمشي بعربة فيها جسم ابنها الميت لساعات في شوارع كليفلاند، من غير ما حد يلاحظ، من غير ما حد يسألها، ومن غير ما حد لحد دلوقتي يعرف هي كانت بتدور على إيه أو رايحة فين. لو عندك أفكار عن القضية دي أو عايز تناقش الاحتمالات المختلفة ليها، اعمل لايك واكتب لي في الكومنتات، وشارك الفيديو ده مع أي حد بيحب حكايات الجرايم والغموض. وما تنساش تشترك في مسرح الجريمة وتفعل الجرس عشان توصلك كل قصصنا، عشان كل جريمة ليها مسرح، واحنا هنا علشان نرويها.